مفيش شك ان الفالنتاينز داي او عيد الحب من اشهر المناسبات في العالم. اليوم الملزق اللي عصافير الحب الامامير بيجيبوا لبعض ورد ودباديب وقلوب حمراء وشوكولاته، ويخرجوا يتعشوا ويدفعوا كتير قوي في اكل قليل قوي بس على قلبهم زي العسل. اليوم ده اليوم اللي البنت المرتبطه بتنتظره بفارغ الصبر، وكتير منهم بيعتبروه اختبار حقيقي لعلاقتهم. في اليوم ده ولاد كتير بيتحط عليها علشان بيبقوا مش مستوعبين ولا مقدرين حجم الترقب اللي البنت بتبقى فيه. كل كلمة وحركة وهمسة ولمسة بيبقى ليها تقييم بالنسبة للبنت في يوم زي ده. مش بس كده، ده الهدية وحجم الهدية وتمن الهدية وتغليف الهدية وشكل الهدية بياخدوا عليه نقط. معظم الولاد جلنفات أصلا مش عارفين يوم الفالنتين ده امتى أصلا، فمعظم الأوقات بتقلب عكننة. أما لو البنت مش مرتبطة هتبقى مش طايقة تسمع سيرة اليوم ده أصلا. اللون الأحمر بيجيب لهم كرشة نفس، ومنظر أي ولد أو بنت ماسكين دبدوبة وهدية بيقلب لهم معدتهم. فهو كده كده يوم عكننة. مش هتكلم على الصرف واللي بيتصرف عليه، فهو برضه عكننة. والناس المرتبطة مش بتراعي شعور أي حد سنجل في اليوم ده، لا ويفرشوا في الشارع ويغلفوا هدايا ويدلدقوا جليتر ويقلبوها فرحة حمراء كدابة مصطنعة كده. أنا طول عمري ما بحبش المناسبة الملزقة دي، لأن ببقى شايف إن المناسبات اللي زي كده بيبقى أصلا الهدف منها هو التربح الرأسمالي البحت. يعني هل تتخيلوا كمية الدباديب والورد والقلوب والشوكولاتة والمجوهرات والجليتر اللي بيتباع في يوم زي ده عالميا، مش في مصر بس، مليارات الدولارات يعني. حد يعرف كلمة فالنتاينز داي دي جت منين؟ قصة بتقول في العصور الرومانية القديمة كانوا بيحتفلوا بعيد للخصوبة اسمه لوبريكاليا، كان بيتعمل في نص شهر يناير. طبعا لكم ان تتخيلوا عيد الخصوبة في العصور الرومانية ده كان بيبقى عامل ازاي. اكيد مفهوش دباديب. وبعد تولي الكنيسة الحكم في روما القديمة قررت انها تغير اسمه وتاريخ العيد ده ليكون اكثر حشمة يليق بالاخلاق الجديدة بتاعة العصر الجديد، ونقلوه لنص فبراير او 14 فبراير بالتحديد، وسموه سينت فالنتاينز داي. مين بقى سينت فالنتاين؟ الراجل ده كان بيجوز الشباب في السر في عصر الامبراطور كلاوديوس الثاني، اللي كان مانع جواز الشباب عشان كان مقتنع ان الشباب اللي مش بيتجوز بيبقوا جنود احسن. وهو الراجل كان معاه حق اكيد يعني. والراجل اللي كان بيجوز الناس في السر ده دفاعا عن الحب اتحكم عليه بالاعدام، لان اتعرف ان هو كان بيعمل كده وده كان ممنوع، فسموا اليوم ده على اسمه. وفضل الموضوع عايم كده لحد 1300، لحد ما تحول التاريخ ده اليوم الرسمي لعيد الحب او فالنتاينز داي. الطريف في الموضوع ان التاريخ ده هو تاريخ بداية موسم التزاوج عند العصافير يا أمامير، ومن هنا جت تشبيه الحبيبة بعصافير الحب. وفي أول القرن ال17 بدأوا في بريطانيا إن هم يبقى عندهم عادة تبادل الكروت في اليوم ده. واخواننا الرأسماليين في أمريكا طبعا ما كدبوش خبر، فعملوا أول خط إنتاج لكروت المعايدة في عيد الحب في 1840. ومن ساعتها اليوم ده اتحول ليوم من أكبر الأيام الاستهلاكية التجارية في العالم، بقى تاني يوم بيحقق أرباح ومبيعات بعد الكريسماس. بس أنا حاسس إن أهمية الفالنتاينز بتقل، وحاسس إن الدباديب والقلوب وكده برضو مبيعاتها بتقل. الجليتر مولعة بس بقية الحاجات ما بقيتش زي زمان. يعني زمان كان الفالنتاين مهم أكتر بكتير من دلوقتي بالنسبة للشباب. مش عارف طبعا ما بقيتش شباب قوي يعني. بس لو هقول للحبيبة حاجة يعني طبعا استمتعوا باللي انتوا فيه، يعني لان دي بتبقى حالة عقلية جميلة جدا ان الواحد يبقى حاسس انه بيحب حد والحد ده بيحبه. بس كل الوجع والاذى والدمار الشامل اللي بيحل على الحبيبة لما الدنيا ما بتمشيش في نفس الاتجاه اللي هم عايزينه بتقلب غم وبتوقف الحياة وبتوجع القلب. حاولوا تفهموا ان مدايم الا وجه الله، وحاولوا برضو تفهموا ان جزء كبير جدا من الحب، جزء كبير جدا من الاحساس اللي بنحسه كبني ادمين تجاه حد احنا بنقول ان احنا بنحبه بيكون بسببنا احنا مش بسببهم هم، بسبب الصورة اللي احنا حطينا في دماغنا للناس دي وقد ايه احنا عايزين نركبهم على الصورة دي. والموضوع ده بيعمل مشاكل كبيرة جدا لان بيرسم صورة وهمية للشخص في عينينا وفي خيالنا، وبنتخيل ان هو ده كل الدنيا هتقف عليه مع الوقت ومع الحركات ومع الندالة ومع الخساسة ومش لازم يبقى ندالة وخساسة، ومع التغير والوقت بس كل حاجة بتبان وبتبقى احساسها بطريقة مختلفة جدا. فالحب بيبقى عند ناس كتيرة قوي محطوط في مرتبة خطر، يعني في مرتبة محطوط فوق حجمه بكتير، وبيسبب مشاكل كبيرة وبيسبب إحساس بالإعاقة لما الدنيا ما بتمشيش زي ما احنا عايزين أو الحبيب ده يبعد عنا.
دايما لما نيجي نرتبط بحد بنقع في نفس الفخ، بنقع ان احنا نركب الشخص ده بالعافية في الصورة المثالية اللي في خيالنا، اللي هي اصلا مش حقيقية، اللي هي اصلا بتبقى صورة مثالية، والمثالية مش حقيقية. نفهم دي. فبنحاول نركب الشخص ده على الصورة المثالية اللي في خيالنا، وبنعمي نفسنا تماما من كل البلاوي اللي فيه اللي واضحة زي الشمس. علشان كده في ناس كتيرة يقعدوا يقولوا لحد معين انا مش فاهمه انت شايفه فيه ايه، ده معفن، ده زفت، ده متنيل على عينه، او العكس راجل او ست يعني، وانت مش شايفه كده، انت شايفه فارس الاحلام، او شايفه حد انت مش شايفه الدنيا من غيره. ساعات بيبقى احسن ان احنا ناخد خطوه لورا ونبص على الموضوع من بره، علشان لو احنا مغمين عينينا عن حاجه نشوفها ونقرر نتجه في اي اتجاه، بس نبقى شفناها، مش نبقى عامين نفسنا عنها. خصوصا كل الناس اللي هم سنهم صغير، حاولوا تفهموا ان مش معنى ان انا قابلت حد وحبيته وحسيت بكل الاحاسيس دي، اللي هي الاحاسيس دي بتيجي منين؟ الاحاسيس دي بتيجي من كيمياء جسمنا. في ناس بتليق على بعض وناس ما بتليقش على بعض بجد، بس هي ما بتبقاش كيمياء يعني مركبات، هي بتبقى جهاز المناعه بتاعنا بيحس او بيشم الفيرمونات اللي بتطلع من كل واحد فينا، وبيحللها وبيشوف طبقا لجهاز المناعه ده الشخص ده لايق على جيناتي علشان نعمل كائنات تانية تكون احسن واقوى. سبحان الله، ده بيحصل اوتوماتيكلي. ده هو اللي بيفرق فكرة ان احنا حبينا حد وما حبيناهوش، دخلنا في احاسيس عميقة جدا معاه وحد نفرنا منه من اول ما شفناه. وجسمنا لما بنبقى مع حد بنحبه، لما بنشوفه ضربات قلبنا بتبقى اسرع، الدم بيتضخ في جسمنا، الادرينالين بيتضخ، الدوبامين اللي مسؤول عن السعادة بيفرز، الكلام ده كله، فبنحس بحالة مش معقولة من السعادة. بس ده حضرتك مخك جواكي في جسمك منك فيكي او فيك. وانا ما تفهمونيش غلط، مش بقول لكم ما تحبوش، بالعكس حبوا، لان ده نعمة ربنا علينا، يا رب تفضلوا تحبوا طول العمر. بس المشكلة بتبقى فين؟ المشكلة لما تحبوا جامد قوي وبعدين الحقيقة تبين مرة واحدة، بتبقى صدمة غلسة. فعشان كده لما تيجوا تحبوا حاولوا تفهموا الحب ده هو ايه اصلا، وجسمكم بيعمل ايه، وعقلكم بيعمل ايه، والحقيقة ايه. هتتجنبوا وجع قلب وهم كتير قوي قوي ممكن يترتب على ان الحب ما يمشيش في الاتجاه اللي احنا عايزينه. وانا اسف على العكننه اللي انا عملتها في اليوم اللذيذ ده، وهابي فالنتاينز يا جماعه.